تحية رمضانية صادقة مستمعاتي الكريمات، مستمعي الكرام في قناة الثقافة العربية والترجمة. هذا الفيديو هو طبعا رد بالمثل، فجريدة الصباح ومتلازمة 3000 درهم. يعني جريدة الصباح كتبت بالعنوان الغليظ هذا 3000 درهم في أجور الأساتذة، وهذا العنوان ليس بريء على الإطلاق. مثله مثل إعلام السلسلة التي تهجمت على نساء ورجال التعليم، سلسلة ولاد الزة المعروفة في القناة الأولى، فهو إعلام من نفس الطينة. إذن 3000 درهم في أجور الأساتذة. بعد قليل سنعرف لماذا هي متلازمة 3000 درهم، يعني أي أن جريدة الصباح مصابة بمتلازمة، un syndrome qu'on peut appeler le syndrome de 3000 dirham. فهذا العنوان أولا هو عنوان فيه مغالطة، وطبعا الجريدة، أقصد جريدة الصباح، إنما تستهدف فئة من القراء الذين يركزون فقط على العنوان. والدليل على ذلك لاحظوا كيف أن 3000 درهم في الأجور الأساتذة كبيرة جدا مقارنة بيتوصلون بها في بداية أبريل بأثر رجعي وتغطي 4 أشهر إلى غير ذلك. فيها مغالطة. 3000 درهم في أجور الأساتذة. أولا 3000 درهم كأن أجور الأساتذة أصبحت عبارة عن جرة، عبارة عن سلة المهملات، وتوضع فيها الدراهم والدنانير، أو كأن الأستاذ، كأننا احنا الأساتذة احنا كنسعاو. المطالب التي يرفعها الأساتذة إنما هي مطالبهم من حر مالهم، فهم يقومون بصناعة المعرفة ويروجون للمعرفة وينتجون المعرفة، والمعرفة هي أساس العالم بإكماله. هل هناك فعل في العالم دون معرفة؟ هل يمكنك أن تركب دراجة دون أن تعرف أن تسوقها؟ هل يمكن للفلاح أن يزرع وينتج دون أن يعرف، دون معرفة؟ إذن فالأساتذة هم صناع المعرفة، إذن لا ينبغي أن نهينهم بهذه الطريقة. ثم 3000 درهم في أجور الأساتذة. أشنو هي الأجرة؟ الأجرة إنما هي ما يقبضه الأستاذ في الشهر. معناها على أن من رأى هذا العنوان سيتبادر إلى ذهنه على أن 3000 درهم ستضاف شهريا، لأنه أصلا لن يقرأ ما في التعليق الذي بعد هذا 3000 درهم في أجور الأساتذة. ثم يتوصلون بها بداية أبريل، في حين أن عندنا 3 شهور فقط، 3 أشهر فقط من فاتح يناير 2024 حتى البداية، لأن بداية أبريل. إذن على كل حال الآن نمر إلى المتلازمة. فأنا ربما يعني أظن وأرجح أن تكون جريدة الصباح مصابة بمتلازمة 3000 درهم. لماذا؟ لاحظوا معي جيدا. منذ يومين 3000 درهم في أجور الأساتذة يتوصلون بها بداية أبريل بأثر رجعي إلى غير ذلك. 3 يونيو 2022 ملعب البارسا للكراء مقابل 3000 درهم. هذا الشيء راه كاين في يعني قصاصات إخبارية من جريدة الصباح. 10 ديسمبر 2020 3000 درهم تطيح بدراكيب جديدة. 15 يونيو 2017 والد سيليا تهمة ابنتي حيازة 3000 درهم. 31 فبراير 2017 تغريم مدير أكاديمية البيضاء 3000 درهم يوميا. 4 أكتوبر 2016 حكم غريب 3000 درهم تعويضا لرضيع عذبه والده. عجيب. 5 فبراير 2016 3000 درهم رشوة في ملف اللحوم الفاسدة. و10 يوليوز 2015 دواء ب 3000 درهم يباع ب60 مليونا. نعم. إذن
أنا ربما وأنا أقرأ هذه القصاصات من جريدة الصباح فتبادر إلي أن الأمر يتعلق بمتلازمة 3000 درهم. وهذه المتلازمة 3000 درهم مسؤولون في جريدة الصباح يخليوها عندهم، ما يبقوش يتهكموا بها على نساء ورجال التعليم صناع المعرفة. تحية نضالية عالية، تبقوا على خير وإلى اللقاء.